رايحه لهم على هناك. ولما رحت على هناك بقى قلت له بقى انا اللي تعبانه وفيا 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 وفيا، وانت مش تيجي تشوف انت بتعمل ايه في بيتك ومقصر ايه في بيتك، بدل ما انت رايح تتجوز ورايح تعمل كده كمان من غير موافقتي. طبعا كلهم اتصدموا، وطبعا ما بقوش عارفين يقولوا ايه، وهو كان في نص هدوم مصدوم ان انا ازاي عرفت بالكلام ده كله، شايفيني انا عامله ازاي، وهو الخسيس الناقص بيقول عني ايه. هما طبعا سكتوا، محدش فيهم بيتكلم. قال لي لا لا، ده انت فاهمه غلط، انا ما قلتش كده، انا سمعتك بودني اللي هياكلهم الدود دول وانت بتقول لهم الكلام ده كله. تعالى معايا والا والله ليلتك ما هي معديه. قام سابهم، وطبعا الجوازه باظت. يلا في داهيه. خدني وفعلا رجعنا على البيت، وانا عملتها خناقة كبيرة جدا، وطبعا كنت مش قادرة، كنتش على بعضي وكنت زي المجنونة. يا حبيبتي خلاص بقى اهدي. لا اهدى ايه؟ هو انت بتقول الكلام ده عني وعايزني اهدى؟ طيب انا سايبها لك مخدرة، اشبع بيها. خدت العيال ورحت فعلا على بيت اهلي. المهم فضلت عند بيت اهلي، وفضلت كده وهو قعد يحاول يجي يصالحني، مفيش. طبعا الجوازة كانت باظت وكل حاجة باظت وكل الدنيا بقت ايه، خلاص يعني. وهو اصلا من زمان كان نفسه ان هو يبقى متجوز 3 ولا 4 ولا 2، المهم ان هو عايز يعمل زي اللي بيشوفهم في التلفزيونات عموما، عايز يتجوز بالواحدة واتنين والتلاتة، وكل واحدة ليها يوم وجدول والكلام ده كله. طبعا انا كل ده كان مضايقني جدا، بس كنت بقعد اقول ان انا هقدر اغيره والكلام ده. المهم بعديها قعد يحاول يرجعني لحد ما رجعت معاه. ولما رجعت معاه طبعا اكتشفت ان هو بيخطط لجوازة تانية، بس هو طبعا كان انصح مني ابن اللعيبة. طبعا اكتشف ان انا كنت حاطله جهاز تجسس على موبايله علشان خاطر اعرف هو كان بيعمل ايه، لان طبعا الكلام اللي سمعته هو استغرب انا سمعته ازاي، ما انا ما كنتش موجودة، وراح فك كل الكلام ده وانا ما بقتش عارفة اتجسس عليه، لحد ما اكتشفت بالصدفة البحتة ان هو هيبقى عريس. ازاي؟ صاحبتي لقيتها بتعزمني